السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد، والفيديو بتاع النهارده بقى ايه، حماسي. وعايزه اقول لكم يعني بصوا، عايزين النهارده بقى ايه، في السريع كده ان شاء الله نقضي بقى المهمه بتاعتنا والعزومه بتاعتنا. النهارده انا بجهز ليها وبعمل ايه. انا إيه، عيد ميلاد بنوتي تمت السنه الحمد لله. فده عيد ميلاد ليها، وفي نفس الوقت يعني عزومه لاهلي واهل جوزي وكلنا من بعضينا كده. العزومه دي كام فرد؟ 20 فرد. فانا النهارده هقول لك يعني الكميات، كل كمية هنحتاج فيها قد ايه، وتطلع لك كام فرد معاكي. طيب اول حاجة انا بس هنا بعمل ايه. انا هنا بعمل اول حاجة اللي هي الكفتة. انا كنت جايبة 2 كيلو لحمة مفرومة. وهحط عليهم قد ايه بالظبط؟ هحط عليهم 3 بصلات، واحط عليهم قرن ونص فلفل رومي بارد، ونص قرن حامي. تمام. الكمية ديت عايزة اقول لكم بتبقى حلوة جدا على ال 2 كيلو، 2 كيلو لحمة. طيب بصوا برضو عشان تبقوا عارفين، اللحمة برضو والكفتة بتحسبوها زي عدد الأشخاص. اعملوا حساب كده إن نص كيلو الكفتة بيطلع لك 20 صباع كفتة. تمام. فانتوا مثلا لو عندك مثلا عزومة او كده، بتحسبيها بقى بالافراد. مثلا يعني انت مثلا عندك 5، فمثلا هيقضيهم مثلا نص كيلو، يعني 4 في، يعني مثلا لو تحطي مثلا لكل فرد 4 صباع كفتة في الطبق بتاعه، يبقى 4 في 5 ب20. فانت احسبيها كده. انا عندي لو مثلا انا كان عندي 20 فرد. فلما كان عندي 20 فرد، فانا جايبه يعتبر لكل 5 افراد نص كيلو، فاحسبيهم هيطلعوا معاك 2 كيلو. يعني مثلا انت عندك دلوقتي 2 كيلو لحمه مفرومه، النص الواحد بيطلع لك 20، فيبقى الكيلو بيطلع لك 40، يبقى ضعف الكميه بيطلع لك 80. 80 لو كل فرد ياخد 4 صباع كفته مثلا في المتوسط ده، هيبقى معاكم ايه، مظبوطين. فاحسبيها كده. لو انت بتعملي طعام، بتعملي عزوماتك، بتعملي حاجتك، اعرفي دايما ان كل حاجه يعني ايه ليها عدد. تمام. فانا هنا كنت بعمل ايه، بعمل الكفته دي بعملها ازاي. حطيت على 2 كيلو كفته 3 بصات حلوين، واسمه دوت فلفل رومي وفلفل حامي، وبحط معاهم حسبة بقدونس. تمام. بصي انا بعمل كل حاجه في الكبه، يعني حرفيا يعني النهارده عزومه النهارده والله ما في تحضيرها ما خدتش معايا غير ساعه. ساعه بالظبط كنت مخلصه الدنيا دي كلها. لان ليه بعتمد على الكبه. طيب انا حاطه في التوابل بتاعتها ايه. حاطه ملح وفلفل، وحاطه 7 بهارات، وحاطه كزبره، وحاطه بابريكا. تمام. وحاطه توابل كفته مشويه بتبقى من عند العطار اسمها كده. وبحط معاهم كيس بيكنج باودر عشان تبقى الصباع يعني ايه، يبقى منفوش شويه كده، ما يبقاش مكتوب من جواه. ماشي. باحط الكلام ده كله من غير ما اصفي ميه، من غير ما اعمل اي حاجه، باحطه على اللحمه على طول. طيب انت دلوقتي اللحمه بتاعتك انت عجنتيها. انا ما بعملهاش يعني ما بعجنهاش في الكبه ليه مع اللحمه. اول حاجه بتبقى تقيله على الموتور، تاني حاجه بتبقى ناعمه قوي، تالت يعني عارفين اللي هو ايه، ما بتبقاش زي بتاعت بره. بتاعت بره بتبقى خشنه كده وطعم اللحمه باين فيها. فانا بس بضرب كل مكوناتي بره، وتحطي حبه زيت، بتحطي حاجتك كلها في الكبه، وبعد كده بتحطيها على اللحمه وبتعجنيها بقى عجنه كويسه. تمام. لو لقيتي العجينه في ايدك سايبه شويه، ممكن تحطي معلقتين بقسماط او فيجيتار يعني. ما لقيتهاش ومش محتاجه، ما تعمليش فيها اي حاجه. بصوا انا هنا جربتها، اللهم بارك، كانت جميله جدا. ومش محتاجه مش محتاجه اي حاجه حرفيا تتحط عليها. يعني هي بس لحمه صافيه معاها التوابل اللي لسه حاطاها في الكب قدامكم ديت. كده عندي الكفته خلصت. شفتي اسرع من كده؟ شفت في حياتكم اسرع من كده كفته تعمل وكميه كبيره؟ بصوا بقى، هنا بقى عايزه اعمل سلطه طحينه. تمام. عشان هعمل مشويات فراخ وفراخ مشويه وكفته مشويه. فانا كنت عايزه اعمل سلطات، فهعمل سلطه الطحينه دي ايه، نص كيلو طحينه. تمام. 20 فرد دوت، يعني اقل حاجه هتحط لهم نص كيلو طحينه. تمام. عندك الكميه اكتر كده هتكتري، قليله هتقللي برضو، ما تلاقيش يعني ايه، مش نص كيلو نص كيلو نص كيلو، عشان انا عامله الكميه دي على 20 فرد. بص انا بحط بقى ايه، بحط عليهم ليمونه كبيره، وحبه خل حلوين، وبحط عليهم ملح وفلفل وكمون وكزبره. وبحط بقى عليهم اللي هي اهم حاجه بقى بالنسبه لي، اللي بجيب رغيف عيش ابيض اللي هو الشامي. لو مش موجود عندي انا حرفيا بنزل اجيبه عشان خاطر اعمل بيه الطحينه دي. وما تقولوش ايه ده عيش ايه على الطحينه، صدقوني جربوها وهتعجبكم جدا. وطبعا بتحطي بقى معلقه دي اسمها ايه، معجون فلفل على توم. تمام. او الناس بتسميها شطيطه. وبحط معاهم حته صغيره تومه، يعني حته صغيره تومه مفرومه من الفريزر عادي. جربوا الطريقه دي وصدقوني هتعجبكم وهتدعوا لي والله العظيم. يعني انا بقول لكم الطريقه دي يعني خبره سنين فيها بصراحه. وكمان لو في امكانيتكم تحطوا زبادي بيبقى حلو جدا لو حطيتوا زبادي. ما فيش زبادي يعني خلاص مش لازم عادي. والله عايزه اقول لكم كان طعمها خطير، يعني كل اللي دقها في العزومه والله العظيم شكر فيها.
فبصوا بقى اعملوها كده. المفروض انتوا اصلا يعني انتوا لو هتاكلوها في نفس الوقت ساعتها على طول، حطوا العيش دوت بلوه في شويه ميه سخنه، خلوه يبوش شويه. انا ما بلتوش هنا ليه؟ عشان انا كده كده اصلا اللي مش يعني الطحينه دي مش هتاكل النهارده، تاكل تاني يوم. فكده كده اصلا العيش ده هيبوش اصلا في قلب الطحينه. اضربيها ضربه محترمه بقى وتخليها تقيله، يعني ما تخليهاش خفيفه قوي. ليه؟ لان احنا المشاوي بتبقى عايزه الطحينه بتاعتها تقيله وتكون كويسه. فانتوا برضه اعملوا حسابكم، مثلا تقولوش مثلا دي كميه صغيره، لا اعملوا حسابكم ان الكميه دي لما بتبات في التلاجة بتتقل. فانتوا تاني يوم الصبحيه بقى انا هعمل ايه عشان لما اجي اقدمها؟ هحطها في الخلاط وهزود لها كوبايه ميه كمان، ومضرباها ضربه محترمه، ومن شفش الخلاط تصبي على طول في اطباق السلطه بتاعتي، خلاص هتقدم. يعني اخر خطوه ديت عشان ما تبقاش مكلكعه، ما تخشش التلاجة تجمد تتقل، تظبطي القوام بتاعها وتظبطيها تمام. ادي كده كمان خلصت من ايه؟ من السلطه الطحينه. هنا بقى انا بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها سلطه الدقوس. سلطه الدقوس دي بتتاكل مع الكبسه، مع الرز البسمتي. يعني بصراحه يعني انا واحده من الناس ما اعرفش اكل رز بسمتي او ابلعه غير لما لازم يكون معاها الدقوس ديت. ما اعرفش هي يعني هي السلطه ديت اكله تقريبا يعني سلطه سعوديه او حاجه زي كده. بس احنا في مصر هنا بصراحه مع الرز البسمتي خلاص اعتمدناها. طيب المقدار بتاعها ايه؟ هتحطي حزمه بقدونس كامله، وهتحطي معاهم كيلو طماطم. تمام. انا بعمل كيلو طماطم برضو، انت ممكن تقولي ده كتير، لا انا بعمل ده عشان انا عندي كميه ناس جايين. انتوا لو في البيت طماطميتين وعودين بقدونس الدنيا ظبطت معاكي خلاص، وبقت معموله كمان زي الفل وكل حاجه. طب انا هنا بعمل ايه؟ طب خليكم بس مركزين. الدقوس دي ممنوع تضربيها في الخلاط، لو ضربتيها في الخلاط هتبقى عصير طماطم. احنا مش عايزينها عصير طماطم، احنا عايزينها دقوس مجروشه. تمام. حطيت لها برضو ايه؟ توم و... وعجينه فلفل، اللي هي اللي هي اسمها الشطيطه دي تقريبا. إيه، عباره عن فلفل احمر حراق يعني شويه ومعاه توم. هتحطي ليمونه حلوه، هتحطي مثلا ايه؟ حبه خل حلوين. هي اساسها هيبقى باين فيها سنه الشطه وباين فيها سنه الخل. انا عشان عندنا اطفال في العزومه كتير فما رضيتش احط شطه شطه. تمام. فبس اكتفيت ان هي يبقى طعمها بس فيها سنه خل باينه يعني. وهتحطي بقى ملح وفلفل وكمون وكزبره وسبع بهارات، وهتحطي كمان عليهم معلقه بابريكا. تمام. ضربت كله في الخلاط. عايزه اقول لكم بصوا دقتها كانت جميله جدا. وبصوا ملمسها كان حلو. هنا كنت حاسه ان الخل عايز يزيد شويه عشان تبقى يعني محبشه، فظبطتها حبه. بصوا بقى يعني عايزه اقول لكم قوامها حلو جدا، لا هي خفيفه ولا تقيله، ومجروشه وكل حاجه تمام. بصوا ادينا كده عملنا الصنف ايه التالي الرابع. تمام. يعني كده عملنا الكفته وعملنا الطحينه وعملنا الدقوس. عايزه اقول لكم يعني الحوار انك تشتغلوا تجهزوا حاجاتكم في طبق كبير الاول وبعد كده تبداوا منه بيسهل عليكم الدنيا جدا. انا دلوقتي بعمل ايه بقى؟ بعمل تتبيله الفراخ المشويه. تمام. الفراخ المشويه انا بعملها ازاي؟ ما بعملهاش بقى في الكبه، بعملها في الخلاط. ليه؟ لان ببقى عايزاها تكون مفرومه ناعم قوي، يبقى زي ميه كده شويه، الفراخ تشربه اسرع، وتبقى منغزين الفراخ من قبليها. والصدر لو حته كبيره تفتحوه كده من النص زي ما انا هوريكم انا فاتحاه ازاي، وتظبطوا الدنيا. طب التتبيله عباره عن ايه؟ عن بصل وفلفل فلفل رومي، وحته قرن فلفل يكون حراق بس ما يكونش كبير قوي عامه. هو حتى لو حراق مش هيبان خالص في الطعم، بيدي طعم حلو بس ما بيبانش اصلا ان هو حراق. وطماطم. تمام. بصوا انا هنا كده خلاص كنت مليت اول شفشق، وكان معايا الشفشق التاني اللي انا هعمل حاجته. فقلت اقطع الحاجه كلها في الطبق مره واحده عشان خاطر ايه؟ لما اجي اضرب ده احط دول على طول ايه في ناحيه مكانهم يعني في الخلاط. يعني هعمل دورين. تمام. طيب انا بحط التوابل الشطه، التوابل الفراخ المشويه دي بحط لها ايه؟ بجيب حاجه من العطار اسمها توابل الفراخ المشويه، وبحط ملح وفلفل وكزبره وسبع بهارات. بصوا اللي انا فضيتها دي اسمها توابل فراخ مشويه. عايزه اقول لكم طعمها كان خيال، كان طعمها حلو جدا. والصوص اللي منزلاه كان حلو كده، كان يبصوا تلمسوه والله من غير اي حاجه. فبصوا يعني انا ايه الفكره ان انا عايزه اوصلها لكم ايه؟ لما تكونوا عاملين عزومه ما تكتروش الاصناف على نفسكم قد ما انتوا كده هتكتروا الكميات. فانتوا اعرفوا دنيتكم بتعملوها ماشيه ازاي، جهزوا حاجاتكم كلها جنبكم مره واحده في ظرف ساعه زمن. انتوا والله العظيم هتكونوا ايه يعني خلاص مخلصين كل التحضير العزومه. انا على فكره بمشي بالعزومه ديت حتى لو 30 40 فرد، طالما انت مجهزه. عارفه في حاجه اسمها ايه؟ تظبيط الشغل. طالما ظبطت الشغل وجهزتي حاجتك بالترتيب كل حاجه هتخلص معاكي. يعني أنا ما شاء الله بعمل طعام بال 30 وبال 40 فرد. العزومات عندنا ما شاء الله احنا ما شاء الله عائله كبيره يعني بال 30 ولا 40 فرد، يعني اقل حاجه كده 20. فانا عايزه اقول لكم ايه الطريقه دي انا بمشي بيها. طالما جهزت حاجتك من قبلها بيوم ساعه زمن هتسهل لك تاني يوم جدا. بصوا انا هنا كده ضربتها. بص الملمس بتاعها مش مجروش ومش عصير ميه، لا حلوه. وطبعا هتحطي حبه ميه عشان خاطر ايه؟ الخلاط يمشي معاكي اسرع. تمام.
كده أنا عملت إيه التتبيلة بتاعة ومعلش أنا برضه حطيت التتبيلة دي حبة الخل بيخلّوا الفراخ طرية في السِوَى، تمام كده. عندكم زبادي برضه عايزين تحطوا زبادي ما فيش مشكلة حطوا زبادي عادي يعني بُصّوا يعني في كذا حاجة. بُصّوا بقى الفراخ دي أنا جايباها ما شاء الله طب الفراخ دي أنا هاعمل 20 فرد، فأنا جبت 5 فرخات 4 في 5 ب20. بُصّوا بقى بقيت أتبِّل بقى جوّه بُصّي بُصّي الصدر فاتحاه يعني بتفتحوه بتشقوه من الناحية التانية إزاي، عشان خاطر ياخد التتبيلة من جوّاه وتبقى الفراخ كلّها شاربة التتبيلة، وتحطوا بقى تحت الجلد وفي الوش وفي يعني بُصّوا تغرقوها حرفيًا تغرقوها تتبيلة، تمام، حتى هيتبقى منِّك تتبيلة تغرقيها برضه تحطي فيها التتبيلة. بُصّوا أنا كده أنتم لو تلاحظوا هناك خالص أنا حاطة عملنا الطحينة وعملنا الدقوس وعملنا عملنا عجينة الكفتة، يعني عجناها خلاص على جنب، وخلاص دلوقتي كده باعمل الفراخ ديّة أهم حاجة تجيبيها وتغسليها غسلة كويس ومحترمة. بتغسليها بإيه؟ بتغسليها بمعلقتين كبار جنزبيل ومعلقتين طحينة، وتحطي ملح وسكر و4، 5 ليمونات، وتحطيهم بقى بعد ما تغسليهم تحطيهم في المحلول ده وتسيبيهم بقى يصفوا أي حاجة. طيب برضه في حاجة عشان برضه تبقوا عارفينها، لو أنتم الفراخ عندكم مجمدة ما تطلعوش على طول تستخدموها على طول، لأ حطوها في حبة مَيّة عشان لو فيها أي دم أو أي حاجة تفُك. لو عملتوها مجمدة وساقعة هتبقى في دم جواها وهتلاقي العضم من جوه أسود، تمام، فركزوا في المعلومة ديّة. بُصّوا بقى إحنا كده خلصنا الفراخ بتاعتنا ما شاء الله كانت كمية خلصتها، وكان في الكبد والقوانص بتاعتها برضه تبّلتها، خلاص كده باجهّز حاجتي كده الفراخ المشوية والكفتة سلطة الطحينة والدقوس والكبد والقوانص ديّة هاعملها زي كبد وقوانص كده متحمّرة هيتحط على الرز البسمتي من على الوش في التقديم. أنا كده خلاص خلّصت حاجتي وسِبت كل حاجة غطيتها خلاص وكل الحاجات دي دخلت التلاجة. رُحت بقى خلّصت دنيتي أنا، قُمت على رُحت بقى طلعت في الreception قُلت بقى عايزة أضبّطه يعني أنا يعني هاركّب بقى فيه الزينة وهاحط الحاجة من بالليل علشان الصبحية أول ما أصحى ما ابقاش شايلة هَم حاجة تاني غير بس إن أنا هاصحى أضبّط دنيتنا، نلبس كده، نستقبل الضيوف، يبقى اليوم ده خفيف. اليوم ده بالنسبة لي أصلًا أنا هاعمل فيه أنا خلاص مش هاعمل فيه أي حاجة غير يعني الفراخ هتخش الفرن، الكفتة هتخش الفرن، اللي هيتعمل بس الحاجة الوحيدة اللي هتتعمل هي الرز البسمتي، والرز البسمتي ده طبعًا ما بيتعملش قبلها بمدة، لأ هتعمليه إمتى؟ لمّا تحطي الفراخ المشوية بتاعتِك في الفرن. طب الفراخ المشوية دي أصلًا بتسويها إزاي؟ أقل حاجة ساعتين، تحطيهم في صاج وتربطي يعني أنا عملت الفراخ دي على صاجين، هتحطيهم في الصاج وبعد ما تحطيهم في الصاج تقفّلي عليهم بورق فويل كويس جدًا وتكتميهم وتدخّليهم الفرن بقى عندِك ساعتين. الساعتين دول هيطلعوا لِك زبدة ومستويين وريحتهم تحفة وخطيرة. هتحطي معاهم فحماية، بُصّوا هيبقى خيال بقى. بُصّوا هنا جبت ستارتين كده من بتوع الزينة وحطيتهم جنب بعض وكتبت اسم بنوتي عليهم وحطيت بقى البلالين كده دايمًا يدور، هو يعني ديكور بسيط كده، قُلت بس عشان لو هنتصور أو يعني يبقى في الخلفية كده في الصور وفي العيد ميلاد يبقى شكله حلو. المهم يعني قضينا الحمد لله الزينة وخلّصتها وطلعت الحمد لله شكلها حلو يعني. وعايزة أقول لكم كان بناتي بقى كانوا فرحانين جدًا وقاعدين هُم ينفخوا لي وأنا أربّط وكده، كان بصراحة كان جو حلو قبليها. وجبت بقى الحيطة دي كانت اللي في وش النيش. happy birthday دي بقى الحيطة اللي فوق الكنبة، تمام كده. رصيت الفراخ هنا على صاجين، تمام، عشان تبقى مرتاحة وتستوي كويس، تمام، وهتغطيها بورق فويل. وهنا برضه الكفتة خلاص عملناها على صاجين برضه وهندخلها برضه الفرن، بس دي مش بتحتاج فيها ورقة فويل ولا حاجة، تمام. خلاص دخلنا الحاجات دي تستوي في الفرن، تعملي بقى أنتِ بقى الرز عشان يبقى سخن، يبقى الأكل كله طالع مع بعضيه في نفس الوقت. أهم حاجة في الرز البسمتي إن أنتِ تنقعيه أقل حاجة نُص ساعة، بيطلع معاكِ مفلفل وحلو أوي كده وبيبقى طري مش ناشف. طيب الرز البسمتي أنا باعمله إزاي؟ حلة كبيرة تحطي أكبر حلة عندِك عشان هاعمل 2 كيلو رز، ال2 كيلو رز دول هيأكلوا كام؟ 20 فرد، يعني كيلو رز بسمتي بيأكل 10 أفراد، تمام. وعايزة أقول لكم هيطلعوا مرتاحين وكل واحد هياخد حبة حلوين والدنيا تبقى تمام يعني، هيبقى الطبق مليان رز قصدي يعني. بُصي حطيتِ بصلتين في الحلة مع الزيت وشوحتيهم، هتعملي بقى حبهان، ورق لورو، مرقة دجاج، قرفة، كزبرة وملح وفلفل، تمام. أنا قُلت وكركم، أهم حاجة الكركم، تمام. لو عندِك كمان مسامير اللي هي القرفة بتبقى حلوة أوي، نزّلي كل توابلِك تتشوح مع البصلاية، بس البصل الأول دبّليها، وبعد كده أنا كنت جايبة بحاجة اسمها توابل رز الزعفران، برضه بتحطيها بتدّي طعم ونكهة حلوة أوي، تمام. يبقى أنتِ كده خلاص حطيتِ كل حاجتِك بقى التوابل، حطيت هنا الفلفل وحطيت الملح، تمام. هارجع برضه أقول لكم تاني، ملح وفلفل وكزبرة وقرفة وحبهان وقراولة ولومي اللي هو الليمون الناشف، تمام. يتشوحوا كل دول مع بعض بس مش كتير عشان ما يمرروش، يعني أول ما يتشوحوا خلاص بتشمي ريحتهم تنزلي بقى عليهم بالرز اللي أنتِ صفيتيه خلاص من المَيّة بتاعته
تنزلي بقى بيهم في الحله وتفضلي تقلبي 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 لحد ما الرز يسخن ويشخشخ كده، تعرفي ان هو خلاص ايه اتغلف بكل الزيت اللي فيه وخلاص وشرب ما فيهوش ميه يعني ويسخن، عشان اول ما تحطي الرز الميه بتاعته يبقى مفلفل معاكي وايه وحلو. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك وكومنت تقولي لي فيه كل سنه وانت طيبه يا توته. تمام. بصوا بتحطوا الميه ايه على قد ايه بتحطوا الميه، يعني اكتر منه مثلا بعقلتين. تمام. واعملوا حسابكم ان هو منقوع فشارب ميه فمش عايزين ان هو يعجن. طيب انا هنا الكبد والقوانص بتاعت الفراخ حطيت معاهم معلقه سمنه ومعلقه وسوداني وتمن كيلو زبيب. تمام. واحط دول كلهم يتشوحوا بمعلقه سمنه لحد ما تلاقي الزبيب ده نفخ كده وبقى مدور. تمام. اعرفي خلاص ان انت كده ايه تقفلي عليه. دولت انا بعملهم ايه برشهم كده على الوش كتزيين على الرز البسمتي من ايه من فوق. طب انا هنا كمان يا جماعه يا بنات لما باجي اعمل العزومه ما بعملش العزومه هنا إيه سيرفيسات وكده، لا، عشان احنا عدد كبير بعمل الطبق ده بيبقى فيه كل حاجه، يعني كل واحد محطوط اكله بتاعه كله في طبق واحد، علشان خاطر ايه يبقى طالع اطباق وفي نفس الوقت ما تبقيش انت مثلا قاعده تبقي يا ترى ده خد ما خدش كده، حد مثلا مكسوف يمد ايده ما مدش، فانت تبقي عامله حسابك ان كلهم اكلوا. بص الكفته هنا كانت خطيره خطيره خطيره. الرز بقى عايز اقول لكم طلع مفلفل وكان ايه بص بالبخار بتاعه كده وكان حلو جدا. وهنا بقى خلاص الفراخ كانت طلعت من الفرن وبرده كانت عايزه اقول لكم كان الرز بتاعها حلو جدا. وبدانا بقى ايه نجرف. انا بعمل الطبق فيه ايه، بعمل طبق فيه رز واربع صوابع كفته وربع الفرخه او المناب بتاع ايه الشخص دوت. وطبعا بقى سلطه الطحينه وسلطه الدقوس والحاجات دي كلها محطوطه بره ايه على الترابيزه يعني. تمام. الحمد لله كان عملت من الطبق دوت 20 طبق، الحمد لله كل اكل واتبسط واتراضى يعني. بصوا بقى هنا التورته ديت انا جبتها من على واحده هنا من عند واحده هنا في مايو، صفحه يعني هي عملتها لي وما شاء الله كانت طعمها خطير برده. كان بقى جنب التورته في حلويات، في باتيهات، في بيتزات، في حاجات يعني ايه الحاجات للاطفال وكده. بصراحه يعني اليوم كان حلو وكل اكل واتبسط والحمد لله عدت على خير يعني ايه، وعقبال كل سنه ان شاء الله. عايزاكم بقى ايه اللي وصل معايا لحد هنا ما تنسوش بس الاشتراك لو انتم لسه اول مره في القناه يعني عندنا، ولو انتم المتابعين بتوعي انزلوا اكتبوا لي في الكومنت كل سنه وانتم طيبه. بس هو ده الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم على فيديو جديد بقى باذن الله، ومع السلامه.